يا قطة، انت عايشة ولا ميتة دي؟ نامي نامي زي ما انت. خضيتي كده تقريبا. اني اسف. هتنتحر ولا ايه؟ انا مستعد افضل باصص للسما كده. شايف اللي هناك خالص دول؟ يا الله، سبحان الله، منظر جميلة. ماشي، لو انت ماشي معايا ففي سلسلة كده معينة بحاول ان انا ابنيها في الفلوجات، سلسلة فيديوهات معينة بنتكلم عن حاجات معينة. ممكن يبقوا 4 مثلا فيديوهات كلهم بيخدموا بعض او كلهم بيتكلموا عن محاور ليها علاقة ببعض. فكذلك النهاردة نتكلم عن نقطة أنا شايفها من أهم النقط والمشاكل أو من مشاكل الجيل الحالي، وأنا اللي بصراحة يعني بشوفها بشكل شخصي، وهي المشتتات الخفية. تعال نثبت الكاميرا وبعد كده إيه نتكلم بقى. خلينا كده. كده ماشي، كده حلو. مرات كتير بنقعد نخطط ونتحمس ونبدأ وبعدين فجأة نلاقي نفسنا وقفنا، مش فاهمين ليه. إرهاق؟ لأ. الوقت موجود بس في حاجة تانية، مشتتات خفية بتسرق تركيزك وعمرك وانت مش حاسس. تعال نكشفها مع بعض. المحور الاول بقى واللي انت هتتفاجأ ان هو مش دايما موبايل او نت. التشتت اصلا اوقات بيكون داخلي مش خارجي، ومثال على ذلك ان انت مثلا ممكن تلاقي ان كل يوم عندك هدف جديد. يعني ايه بتبقى ماشية كده بطريقة معينة، اللي هو النهارده عايز اتعلم لغة، بكرة عايز افتح مشروع، بعده عايز ابقى مؤثر، او دايما بتقارن نفسك بحد فمش عارف ان انت تستقر على طريقك. وده بيحصل لنا كلنا. او بتحاول ان انت ترضي الكل، مش عارف فلان عايزك دكتور وفلان عايزك مش عارف تبقى ايه فانت بتحاول ترضى الكل فبتنسى اللي انت اصلا عايزه. المحور التاني بقى وهي حاجات داخلية تخليك تحل الحتة دي. تعال نغير بس زاوية التصوير لان في منظر جمالي يعني انا كل شيء عمال يجي وانا اللي بضيعه، لازم ما نضيعوش بقى المرة دي. انا عايز اقولك ان الموبايل لو وقع فانسى. هو خلاص كده يعني كله فدا المنظر. ايه انتوا هتروحوا في حتة تانية لما انا اجي كده؟ ايوه، بدأ يجي اهو. لا مش هيجي. مش عارف اجيبكوا ازاي. طيب اجيبكوا ازاي؟ الله شكلهم جميل بجد. هي فعلا كده مفيش اي سبيل اخر. انا كده باين قصير. مش عارف. طيب استنوا هنلغي الولد اللي هناك ده. هحاول الغيه. هحاول الغيه عشان المغرب اصلا بيأذن واحنا هننزل نصلي المغرب دلوقتي، بس هو بيتكلم في التليفون فانا مش عارف. الحمام ده بتاعكو؟ الحمام ده تبعكو؟ تبعكو؟ بتاعكو؟ جميل قوي. جميل. ده تبعكو؟ باي باي للكاميرا. هو مش واخد باله بس انا بصور. استنى. اعمل باي. بيحاول يسمعني بس الصوت بعيد. بس هما شباب زي الورد يعني. كنت بسأله الحمام ده بتاعهم ولا لا، بس شكله جميل قوي يعني. هو فعلا طلع تبعه، دي غية وبتاع. المهم المغرب بيأذن فهنزل بقى عشان نلحق الصلاة ونكمل لكم الموضوع بتاعنا ده تحت ان شاء الله. استنى، في هنا حتة حلوة قوي عايز اوريها لك.
سبحان الله 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 سبحان الله. عامل الفلوج اللي فات بنفس التيشيرت، بس انا عندي تيشيرتات تانية يعني هي جت كده ماشي، وعادي يعني بقى بحب التيشيرت ده، كنت مقضي بيه العيد اللي مش فاكر الكام يعني. نروح نصلي المغرب، يلا بينا كده جاهزين، يلا بينا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. جعان، مش حاطط المايك عموما فتلاقي الجودة مش قد كده. تعالوا نروح نعمل اكل. المشاهد القادمة خالية من المايك، فيعني الصوت مش هيبقى افضل حاجة، بس عشان اوريكم مهاراتي في الطبخ. ورقة وقلم واكتبوا معايا يا ست الكل. لنكمل حديثنا، تقريبا هكمل بالجلابية بسرعة، لا عشان الجو حر. كنا بنتكلم في المحور التاني. اسأل نفسك انا عايز ايه فعلا، مش الناس شايفاني المفروض ابقى ايه. اكتب اهدافك بصيغة واحدة واضحة، واعرف اولوياتك. لو كل حاجة مهمة يبقى مفيش حاجة مهمة. واعزل وقتك الاساسي عن الضوضاء، يعني الدوشة اللي في حياتك دي اعزل نفسك كده، مش عارف تقدرها انت الوقت ممكن يا عم لو نص ساعة. المحور التالت بقى والاخير، عايزك تعمل تجربة بسيطة، وان انت تمسك ورقة وقلم واكتب كل الحاجة اللي شاغلة بالك دلوقتي، كل حاجة، ما تسيبش اي حاجة في بالك. بعدها حط جنب كل حاجة هل دي فعلا اهدافي، ولا مقارنة، ولا ارضاء حد. هتتفاجئ قد ايه في حاجات ممكن تستغنى عنها. اللي انا عايز اقوله، مشتتات عمرها ما هتختفي، بس وعيك بيها هو اول خطوة للتركيز الحقيقي. مش لازم تشيل الحمل كله، بس لازم تبدأ تفرق بين الطريق اللي ليك والطريق اللي بيتسرق منك. سلام.
عشان بنسى قبل الوضوء اقولها، فحطها هنا كده، نبقى نلزقها